سحري لعلاج المشاكل التنفسية، ضيق التنفس، كحة، رشح، وكذلك ربو وحساسية. الوصفة النهائية اللي دارت ضجة من الوصفات ديالنا الزمان اللي كنا عطيناها، والحمد لله قناة عبد المغيث ما كتعرف الا بالمصداقيه ديال الوصفات ديالها، واللي مجربين 1000%. عيتي من كثره الدويات المضادات الحيويه ولي زونتيبيوتيك مع الوليدات ديالك، جربي وردي ليا الخبار، حيت بحال هاد الوصفات راه ما كاينينش بالمره وما بقاوش. ورقه وقلم ونبداو على بركه الله، وكتبي عليها عبد المغيث باش في ما تحتاجي شي وصفه ترجعي لاجوندا ديالك، واللي فعلا وصفات كيداويو بزاف ديال الناس. كنتي انت من الناس المدخنين وعندك مشكل في الرئه ديالك، وعندك مشكل في القصبات الهوائيه، كتعاني من بحه في الصوت، كتعاني من مشكل ديال العطاس، كتعاني من سيلان ديال الانف ديالك، اولا عندك مشاكل في هذه البلاصه هنايا، تبع معايا الحلقه حتى النهايه، واللي ان شاء الله باذن الله غادي تشكرني عليها، وغادي تكون كيف ما تنقولوا سبب الشفاء ديالك للابد. الوصفه صالحه للكبار والصغار. اول شيء السبب ديال الحساسيه بالدرجه الاولى ضعف المناعه. الجسم ديالنا ملي كتكون المناعه ديالو ضعيفه، ملي سمحوا لي حدايا الدقان، لانه جيراني اللي حدايا في لادغوات وحتى جيراني اللي قدامي كيبنيو، الله يسهل عليهم والله ييسر لهم والله يجعلها تكون عتبات خير عليهم ان شاء الله باذن الله، وجوره طيبه. ونتمنوا نتوما تكونوا طيبين مع جميع الجيران ديالكم ومع الناس اللي تتعرفوا، لان الحياه كما تنقول لكم دائما مجرد رحله قصيره، فاستغلوا كل دقيقه فيها في الخير، وخليوا اثر طيب في المسار ديالكم وفي الحياه ديالكم، وخاصه مع جيرانكم، لانهم وصى عليهم الجار ووصى على سابع الجار. من كثره ما بغات يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم على الجيران حتى ظن انه اكثر ما بقى يوصل الله سبحانه وتعالى على الجار، وكذلك جبريل كان كيوصي على الجار حتى ظن انه سيورثه، يعني كان الجار غادي يورث الجار ديالو. خليو علاقتكم طيبه، وخليكم دائما دايرين الخير. ما علينا، نرجعوا للموضوع ديالنا. امولي بوكلان الله يهديك نهار الشيطان، واش دابا دخلت عليك بالله، واش نسجلوا الفيديو الوصفه للمتتبعين ولا نزيدوا حتى بالصوت ديالك؟ نعرف الشيطان وحضر لي من. تحيه كبيره 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 لجميع المعلمين والناس اللي تعاملوا معنا، واللي اكيد متتبعين ومتتبعات ديال القناه ديالي هما والازواج ديالهم والزوجات ديالهم. الف 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 مرحبا بكم. هنايا نرجعوا للموضوع ديالنا. بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم الحساسيه، كتكون عندهم ضعف المناعه، هذا الشيء علاش عوض ما تركزي انك خديتي لونتيبيوتيك الكحل والبيض والازرق والليموني وجميع الالوان، ركزي بكثره على الوصفات اللي تتكون تتقوي المناعه، لانه الا تقوت لنا المناعه اوتوماتيكمون الجسم غادي يولي ملي يدخل هذاك الجرثومه اولا غادي يدخل هذاك الميكروب الجسم داخل، غادي يدافع بوحديته بدون ما نحتاجوا اشياء اصطناعيه. هذه من جهه. كذلك حاجه اخرى اللي هي جد مهمه، ديك لبس دلفف، وكثره اللبس بالنسبه للدراري راها كتخرج عليهم بشكل كبير. راه كنتي كديري كتسبي المرض لوليداتك بدون ما تحسي. دونك ما تبقايش نهائيا تلبسي بزاف، ما تبقايش حكا غادي خارج حدا البحر لبسوا الجاكيطه. هذا الخطا كديروا حتى الاخت ديالي. انا سبحان الله العظيم وليداتي كينغسلي بنصكم، كتقول لي سامي البرد عليهم، كنقول لها البرد راه في كنتي، هما راه ما فيهمش البرد، لان الجسم خصو خصو يسخن من الداخل ويتعالج من الداخل، ماشي نعالجوه بكثره اللبس وبكثره ديال القميجه وديال الكولمونتي. الكولمونتي هو السبب ديال التهابات ديال الحلق، وغنعطيكم وصفات بالنسبه للالتهابات ديال الحلق ان شاء الله باذن الله. والحلق واللوزتين هو سبب ديال دائما الوليدات طالعهم درجات الحراره بسبب السخانه وبسبب المرض، ودائما نويفاتهم مخنين لانهم تيكونوا لابسين تريكوات كولمونتي طالعين او الجاكيطات طالعين، والوقت اللي كينزلوا كيلقاو البرد الشيء اللي تاثر عليهم. دونك هنا ردوا البال في اتونسيون من هذه القضيه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي عرق سوس. بالنسبه للعرق السوس في كورتيزون اللي هو طبيعي، عوض ما غادي تمشي تاخدي هاد القطعات وتاخدي هاد القطيرات خدي عرق السوس. الا شديتي غا هو بوحديتو
وقطعتيه وعطيتيه للوليد ديالك يندغ ديال هاد عرق السوس. وبكري راه كانوا كيديروا عوض ما كان كيتباع قدام المدارس اشياء اللي هي اصطناعيه، اللي كان كيتباع امام المدارس اشياء اللي هي عباره غير على سكريات، كان كيتباع عرق السوس. كنا كنمشيو غاديين ديال اصلا كانك عطيتيه دوك التقاطر ديال الكورتيزون ديال هذه. من جهه اخرى تيرطب ليا الحلق، كيحيد ليا الجفاف ديال الحلق، وكيرطب ليا حتى القصبات الهوائيه، شيء يخليك دائما 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 ما عندوش جفاف في الحلق، ما عندوش جفاف في القصبات الرئويه، الشيء اللي تولد من بعد الحساسيه كيولي غير الا قرب للغبره او دازت شي حاجه حدا فيها الغبره، لدرجه ان الناس عرفتهم حتى الموكيطات والزرابي يحيدوهم السجادات، حيدوهم بمره، ازالوهم بالمره، ما عندهمش سجادات في ديورهم. هنا حاجه اخرى بسبب هذه القضيه ديال الحساسيه، دونك هنا تيكون الموضوع بسيط ومن بعد كيكبر لدرجه تيوصل هاد الحساسيه كتقلب من بعد لربو، الضيق في التنفس. يعني هاد الشيء تيبقى يعمر، هاد الجراثيم او الميكروبات كتبقى تعمر لينا على القصبات الهوائيه، كتسدها، كتولي لينا من بعد تتولي من بعد هذا ضيقه وربو اللي كيخصنا ضروري اننا نزودوا الجسم بلونتيبيوتيك، وضروري ما نزودوه باكسجين خارجي باش كنعاونوا هذوك القصبات ديال الرئه. من الافضل ومن الاحسن اننا نعتمدوا على اشياء طبيعيه. هنا غادي ناخذوا منه 50 غرام. هذه الوصفه ماشي عشوائيه، الوصفه اللي بالغرامات. غادي تاخدي 20 غرام. غادي نضيفوا كذلك حبه البركه، سانوج احسن شيء بالنسبه للناس اللي عندهم ضعف المناعه، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليه لانه علاج من كل داء الا السام. فسئل ما هو السام يا رسول الله؟ فقالوا الموت. دونك هنا ديال من بين 4 الاشياء اللي ممكن تعالجوا بها. غير تناخذوا اللي تيكون ديال مكه، من الافضل ديال الحج كيكون اكثر فعاليه، وتناخذوا منه 100 غرام. كنضيفوا على هذه المكونات اللي عندنا كامله بذر الكتان، زريعه الكتان. زريعه الكتان موجوده كاينه غير هي خذي البلديه، ما تقولي ما فيها الشيء، ما فيها حتى ضرر، وانا اتحمل المسؤوليه ديالي. ديك القضيه لا عندك هذه فيها وعندك هذه فيها وعندك هذه فيها، راه بغاوك غير تبقاي مريضه، راه بغاوك غير تبقاي دائما كتعاني مع الوليد ديالك ومع البنيته ديالك. للاسف الشديد هذا الشيء علاش نلتجئ الى الاشياء الطبيعيه باش هكا ما تبقاش عندك نهائيا هذيك المعاناه اللاحقه. هذه زرعه الكتان كانوا الناس جدودنا بكري كانوا كيعجنوا بها الخبز، كانت كدار مع الشعير وتتناول وكتكال. دابا هادشي كامل حيدناه، ولينا تنقلبوا على اشياء اللي هي اصطناعيه، الشيء اللي تيطيح لنا المناعه ديال الجسم ديالنا، اضافه الى مجموعه من الادويه اللي للاسف الشديد تتكون عندها ضرر على الصحه وتتكون عندها ضرر على الكبد والكلي بكثره. دونك هنا انا شخصيا كنستعمل الاشياء الطبيعيه فقط. كتاخدي 100 غرام 100 غرام منها. نضيف على هذه المكونات كامله عندنا الزريعه ديال البصله. غير هي الزريعه ديال البصله كتاخدي ديال الحمراء، ما تاخديش العاديه. كناخذوا الزريعه ديال البصله اللي تتكون حمراء. اما الروميه ما صار حتى حاجه، غير البصل بوحديته راه مقوي للمناعه، تيزيدنا الكوليسترول، كيعالج لينا السكري وكيضبط لينا السكر التراكمي. غير بالنسبه لهذه الكميه ما نفوتوش فيها 50 غرام لانها قاصحه ومجهده في لو في ديالها، وبالنسبه لي كنا غادي نستعملوها الوليدات الصغار ما تفوتوش 25 غرام لانها دقه قبط لها الحساسيه ان شاء الله باذن الله. نضيفوا على هاد المكونات طريلان اللي تيتباع موجود عند العطار، ما لقيتوش ديروا بلاش. غير هو الا كان بالنسبه للناس المدخنين، الناس المدمنين على التدخين اولا في بلاصه اللي تتكون فيها الغبره وكتكون فيها الحساسيه، كتكون تتسبب لهم حساسيه، اولا كتكون مثلا اشياء اللي مثلا كيتخدموا بشي مواد اللي تتسبب الحساسيه بحال النجار اولا شي حاجه اللي فيها الغبره. هاد طريلان رائع بزاف
لتصفيه المجاري التنفسيه. غادي تاخذوا منه حتى هو 50 غرام. غادي نضيف على هاد المكونات اللي عندي مكون اخر تقنديش الحره، وبزاف منكم اللي ما تعرفهاش، وتناخذوا منها حتى هي كميه اللي كتكون معقوله، واللي هذه هي السر ديال تخلص الناس. راه كانوا كيديروا الرابوز وحيدوا الرابوز بفضل هاد الوصفه اللي فعلا 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 جد فعاله. كناخذوا منها 50 غرام. هادشي كامل كيتخاد كيبقى تيتشمش، سطروا عليه مزيان ضروري كيتشمش باش كيطحن لينا بسهوله. وكناخذوا العسل اما ديال الدغموس بالنسبه للكبار، العسل ديال الزعتر بالنسبه للكبار، وبالنسبه للوليدات الصغار كنديروا غير العسل ديال الليمون فقط. كتاخديه سينو الا ما لقيتيش وتعذر عليك انك تحصلي على العسل الحر، واخا هي هاد الوصفه راها فعاله اكثر واكثر واكثر بالعسل الحر، وحلتي ما غادي لقيتيش العسل الحر فاذا بك غادي تستعملي ليا العسل ديال الزمزمي. نخلط هاد المكونات كامله، وملي كتخلطيها ما تكونش جاريه، كتكون عاقده، يعني الاعشاب كتكون مكونسونطريه ومركزه عليها اكثر. وكنبداو كناخذوا ساعه قبل الفطور بدون ما نشربوا الماء، كناخذوا هاد المكونات. هذه بالنسبه معلقه كبيره بالنسبه للناس اللي كبار. بالنسبه للوليدات اللي تيكونوا صغارين كناخذوا معلقه صغيره اولا نص معلقه. هذه من جهه الصباح، وفي المساء في العشيه في الليل. في الليل الا عطيتوهم ليهم عطيه معاه كاس ديال الحليب اللي تيكون فايض، وكتخلطي شويه ديال العسل. الا ما بغاش يسكت لك من البكا وبغى ضروري الماء ما تشربش معاها الماء بالمره. اما الا كانت غير بوحدها وصبروا سبحان الله العظيم غا جبت الحليب واللبن وغادي يلزموا اللبن ما لقيتيش، من الافضل انك تاخدي الماء اللي ما ياخذش الماء معاها بالمره، تعطيه الحليب اللي كيكون دافي. بالنسبه للناس اللي ما لقاوش كما قلت لكم العسل الحر ممكن تعوضوه بالعسل ديال الزمزمي فقط. ما ديريش العسل ديال السكر تقولي لي الوصفه ما قطعتيش. شتي هذه غادي تخليك انك تحيدي الرابوز بالمره. دونك هنا كناخذوا هاد المكونات ومن بعد كنبقاو كنتناولوهم. ومن الافضل اننا ما نشربوش معاهم السوائل بالمره، لا ما ولا حتى حاجه. ما تشربش الماء ساعه عاده كيفطر مع الصباح، وساعه وفي الليل راه حتى لاخر لحظه وكيدخل للبلاصه ديالو. هذه راه كتحيد لنا حتى الحساسيه اللي كتكون انفيه، خاصه الا خدينا الوراق ديال الكاليبتوس درناهم في واحد الطنجره ودرنا عليهم واحد المنطه اولا درنا واحد الفوطه اللي تكون رقيقه ولا شي زويف واستنشقناهم. هي من الاحسن تكون استنشقوهم، راه حتى هذا الالم ديال الراس والصداع النصفي وارتفاع درجه الحراره كيتحيد، ما تيبقاش الالم هنايا وما تيبقاش عندك الم في العينين ديالك. تهلاو في راسكم. ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في حلقات اخرى. والكنز في دارك وانت كترميه، علاش اللي ما تستعمليش. الى اللقاء.